حبيبي. رجاء الضيوف تقبل الله من القادمين. عندنا واحد الكلام اللي كنقولوه بمناسبة التشييع في البلد. رجاء راه عندنا كلمة التوحيد شهادتان هي اللي كنقولوا رجاء من المشوعين وتقبل الله من الجميع. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم. اهلا. لاباس الحمد لله. نعم رحنا في الجرف. ايوا راه كاين اللي جمع غفير اللي ديال 14 تبارك الله. ما شفناش باقي ما شفناش. الله يهنيك راه ما يصور. لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. والله يواجب شيء غاوي
الشهيد عبد الرحيم الحمداوي. كل شيء ان شاء الله تقينا امامكم رخص الله حلويدي وتقبل الله من الجميع. ارشع شي شويه من ورا الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. طلب العلم ومسهما في إعداد الظروف المناسبة لطلبة العلم. نسأل الله أن يجعله من هؤلاء السبعة وأن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الشاب الذي مات بين أيدينا أو قتل على يد مجرمين ظالمين نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، وهو كذلك بإذن الله، لأنه مات قائما مدافعا عن دينه وعن وطنه وعن إخوانه، مدافعا عن الجامعات وعن الكليات وعن المؤسسات العلمية على الصعيد الوطني. مات وهو قائم داعيا إلى الله، داعيا إلى العلم، داعيا إلى الحرية، داعيا إلى العدالة. فهو آية وموعظة وقدوة لشبابنا ليحذو حذوه. وأنتم تعلمون أثر دعوته واستقامته والتزامه بدينه وغيرته على وطنه في الدنيا قبل الآخرة. وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: شهود الدنيا شهود الآخرة. فهنيئا لهذه الأسرة التي قدمت لله هذا الشاب الطيب الزكي الطاهر النقي. وهذا الذي نحن فيه خير شهادة على ما كان فيه من خير ومن صدق ومن أمانة ومن إخلاص للدين وللوطن وللمواطنين. أيها الإخوة الكرام، نستعد جميعا للقاء الله، فإن الموت لا يترك شيخا ولا كهلا ولا شابا ولا طفلا ولا ذكرا ولا أنثى. والله يقول: وما تدري نفس بأي أرض تموت. وشاء الله أن يولد هذا الشاب في مدينة المنقرة، وأن يتابع دراسته
في مدينة فاس مكناس، وشاء الله أن يموت في مدينة فاس، وشاء الله أن يدفن في هذه المدينة وأن يجتمع على دفنه هذا الخلق الغفير من الصالحين من العلماء والعطور والمفكرين والسياسيين والطلبة والتلاميذ والتلميذات والنساء اللواتي لم يصحبننا إلى هذه المقبرة وفقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنعتبر بهذا الحدث العظيم، لأن الغاية من التشييع ومن الدفن والحضور. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي، كفى ما قلت في حق هذا الشاب، هو من خيرة شبابنا وصلاة طيب. أقسم لكم بالله إني لا أكلمه أمام المسجد ولم نرى عينيه يهز فيا، ولم نراه يهز عينيه فيا حياء واستحياء واحتراما. كفى ما قلت في حقه، الله يولي برحمة الله. أتوجه لكم بالشكر سيدي رئيس الحكومة والأعضاء المرافقون والزائرون واللي هنا كلهم جميعا. أتوجه لكم بالشكر الجزيل كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من صنع لكم معروفا فكافئوه. فها نحن ندعو لرئيس الحكومة بطول العمر والعافية والوفد المرافق له وجميع المرافق له. اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس، اللهم أطل عمره بطاعتك يا رب العالمين. اللهم أعنه على شعبه وعلى ما هو يجنيه من خيرات لهذا البلد الأمين. اللهم اجعل المغرب آمنا مطمئنا، اللهم اجعل المغرب آمنا مطمئنا، اللهم اجعل المغرب آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. آمين آمين آمين. ووفق رئيس الحكومة، الله يجزيه خير ويجزي الوفد كلهم والزائرين. والسلام عليكم ورحمة الله واستودعكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لك وبهيمتك وانشر رحمتك وحبابك إليك. اللهم انصر عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك